فيلمنا النهاردة بيبدأ بحكاية عن مجموعة من البط عايشين حياة سعيدة في بحيرة جميلة. القصة بتبدأ ببطتين صغيرين حاسين بالملل وقرروا يستكشفوا العالم، فسابوا البحيرة ومشوا، لكن فجأة ظهر لهم طائر مفترس وهاجمهم وحاصرهم هو وأتباعه في الغابة. بنكتشف بعد كده إن ده كان مجرد حكاية بيحكيها أبو البط اللي اسمه ماك لأولاده داكس وجوين، علشان بس يخوفهم من فكرة إنهم يبعدوا عن البحيرة. ماك بيحاول يرعبهم من كل حاجة ممكن تقابله بره البحيرة، لكن إن الأم بام بتتدخل وتطمن ولادها، خصوصا بنتها الصغيرة جوان اللي كانت مرعوبة جدا من اللي والدها بيحكيه. أما داكسف كان مش مصدق القصة وراح ينام. بعد ما الولاد ناموا بام زعلت جدا من ماك وزعقت له لأنه بيخوف ولادها، لكن ماك حاول يشرح لها إنه بيعمل كده علشان ولادهم ما يبعدوش عن البحيرة ويعرضوا حياتهم للخطر. بام كانت مش مقتنعة بكلامه، لكنها قررت ما تتجادلش معاه ونام. في تاني يوم ماك وبام كانوا بيلعبوا مع ولادهم ويقضوا معاهم وقت سعيد، وأثناء ما هم بيلعبوا وصلت مجموعة من البط المهاجر للبحيرة. بام اتحمست جدا وطلبت من ماك انهم يروحوا يتعرفوا على البط دول، لكن داكس وجوين كانوا سبقوهم وراحوا رحبوا بيهم في البحيره. بالصدفه داكس خبط في بطه لطيفه اسمها كيم واعتذر لها، فعرفته بنفسها وقالت له ان هي وعيلتها متجهين للجنوب. كيم استغربت جدا لما عرفت من داكس ان هو وعيلته عمرهم ما هاجروا خالص قبل كده، واتحمست وطلبت منه يجيب عيلته ويهاجر معاهم. كيم سابته علشان تروح تعرف والدها، لكن فجأة ماك جه وزعق لداكس وجوين لأنهم مشوا من غير ما عرفوه. في الوقت ده كيم وعيلتها راحوا لماك وبام وسألوهم لو حابين ينضموا ليهم ويهاجروا معاهم لجزيرة جامايكا، وعرفوا ان المكان ده فيه بحيرة جميلة ومية بتنور. بام واولادها اتحمسوا جدا وكانوا عايزين يروحوا معاهم، لكن للاسف ماك رفض الفكرة وشكرهم على عرضهم ومشي. عيلة كيم استغربوا من رفض ماك، لكنهم في الاخر ودعوهم ومشي. بعدها بام راحت لماك وزعقت له بسبب اللي عمله، وقالت لهم انهم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم. وساعتها داكس وجوين انضموا ليها وفضلوا يترجوا والدهم يوافق انهم يهاجروا ولو لمرة واحدة بس، لكن للاسف ماك رفض طلبهم وفهمهم ان الهجرة مخاطرة كبيرة قوي وانهم ممكن يتعرضوا للموت في اي وقت. وكمل كلامه وقال لهم انهم مستحيل يسيبوا البحيرة لانها مكان امن بالنسبة ليهم كلهم. فبام اتضايقت جدا وردت عليه وقالت له انهم مش هيضيعوا الاستمتاع بحياتهم علشان هو خايف بس انه يسيب البحيرة. وبدأت تفهم ماك اهمية المغامرة والهجرة بالنسبة ليهم ولاولاده علشان يشوفوا قد ايه العالم جميل. وكملت كلامه وقالت له انه لازم يدرك اهمية الكلام ده قبل فوات الاوان، وسابته ومشي. بالليل ماك كان قاعد بيفكر في كلام بام، وفي الوقت ده عمه دان جاله، وساعتها ماك سأله عن رأيه في الهجرة. فالعم دان قال له ان الحياة في البحيرة جميلة وآمنة، لكن لو فضل عايش هنا هيضيع فرصته في استكشاف العالم، وهيجي اليوم اللي مراته وولاده هيسيبوه لوحده ويمشي. ماك اتصدم من كلام العم دان ورجع للعش بسرعة وصحى اولاده وهو متحمس جدا، وقال لهم انهم قرروا يهاجروا هم كمان لجزيرة جامايكا. بام واولاده اتحمسوا جدا وحضنوا ماك، وبجرد ما جون شافت العم دان راحت طلبت منه انه يهاجر معاهم لجزيرة جامايكا، برغم ان العم دان كان رافض الفكرة الا انه وافق اخيرا. في تاني يوم عيلة ماك استعدوا وانطلقوا في رحلتهم وطاروا فوق الغاب. بام وداكس وجوين كانوا متحمسين جدا للرحلة دي وطيرون وهم مبسوطين، لكن ماك استغرب لما لقى ان كل الطيور طايرة عكس الاتجاه اللي هم طايرين فيه، وما كانش عارف السبب. بعد شوية ظهرت عاصفة قوية وماك وعيلته استخبوا من الأمطار اللي كانت غزيرة جدا. ساعتها بام حاولت تطمن ولادها وقالت لهم انها واثقة ان رحلتهم هتكون جميلة، لكنهم فجأة لهم واحدة من الطيور الهيرون وعرفتهم بنفسها وقالت لهم إن اسمها إيرينا. إيرينا قربت منهم وسألت عن سبب وجودهم هنا، ولأن ماك وعيلته كانوا مرعوبين منها ما قدروش يردوا عليها. فإيرينا قالت لهم إن الجو هنا برد جدا وأخدتهم لعشة. هناك ماك وعيلته اتصدموا وتعبوا أكتر لما شافوا عشاء اللي كان عبارة عن بيت مهجور شكله مرعب ومخيف. بمجرد ما دخلوا كلهم البيت، إيرينا عرفتهم على زوجها اللي اسمه هاري واللي كان طائر مفترس. فماك وعيلته خافوا وقرروا انهم يمشوا من عنده، لكن إيرينا منعتهم وقالت لهم انهم لازم يباتوا معاهم النهارده وانها تحضر لهم العشاء. إيرينا راحت جابت طاسه ورجعت لماك وعيلته وعرفوا ان هاري كان صياد ماهر، لكنه دلوقتي ما بقاش يتحرك من مكانه، وان إيرينا هي اللي بقت تجيب له الاكل لحد البيت. إيرينا طلبت من عيله ماك انهم يناموا في الطاسه على اساس انها سرير، ولانهم كلهم كانوا خايفين منها نفذوا كلامها وناموا كلهم في الطاسه. إيرينا تمنت لهم ليلة سعيدة وطفت النور. في نص الليل هاري وإيرينا كانوا نايمين على السرير، أما ماك وعيلته فكانوا مش عارفين يناموا من الخوف. قرروا إنهم يهربوا. بمجرد ما نزلوا كلهم من الطاسة اتفاجئوا بإيرينا واقفة قدامهم وسألتهم هما رايحين فين، وخوفتهم أكتر وقالت لهم إن بالليل الحيوانات المفترسة بتدور على الطيور عشان تاكلها. فجأة إيرينا جرت وهاجمت داكس وجوين، لكن ماك وبام منعوها. فهاري وقع وانقض على داكس وجوين وحاول إنه يمسكهم، لكنهم تفادوه وجريوا بسرعة علشان يخرجوا من الفتحة اللي ما بين الأخشاب، لكن الفتحة كانت صغيرة جدا. في الوقت ده إيرينا رمت ماك وبام على السرير وخلت هاري يمسكهم من رقبته، وقدرت إيرينا إنها تحاصر داكس وجوين اللي كانوا خايفين ومرعوبين جدا منها، وفضلوا يترجوها إنها ما تاكلهمش، لكن فجأة ظهرت سمكة مفترسة وكادت تاكلهم، وقبل ما تبلعهم إيرينا مسكتها وضربتها وانقذت داكس وجوين. بعدها إيرينا شرحت لهم إن بالليل الأسماك دي بتدور على أي طيور صغيرة عشان تفترس. فماك وبام اتصدموا لما عرفوا إن هاري وإيرينا كانوا بيحاولوا يحموهم ويساعدوهم مش ياكلوهم زي ما هم كانوا فاهمين. بعد شوية ناموا كلهم مع بعض على السرير، وماك ما كانش مصدق
ده اللي حصل. في تاني يوم إيرينا ودعت ماك وعيلته اللي شكروها على إنقاذهم، وفي الطريق ماك وبام فضلوا يتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقد إيه هم كانوا مرعوبين، لكن داكس قطعهم وطلب منهم يجوا وراه بسرعة، وفعلا راحوا كلهم وراه وطلعوا فوق السحاب، وهناك انبهروا كلهم من شكل السحاب الجميل وفضلوا طايرين فوق وهم فرحانين. بعد شوية استغربوا كلهم لما شافوا ضوء أحمر ظاهر من تحت السحب، ولما عدوا من فوق اكتشفوا إنهم وصلوا لمدينة البشر اللي كان مكان جميل وجديد بالنسبة لهم. فجأة ماك لقى رافعة عملاقة، ولما حاول يتفاداها نزل على سطح مبنى من المباني وقدر يلحق نفسه لآخر لحظة، لكنه بعدها وقع هو وعيلته من على المبنى بالغلط. قبل ما يوصلوا للأرض لحقوا نفسهم وطاروا تاني بسرعة وقدروا يتفادوا كل العربيات والحواجز اللي قابلتهم لحد ما دخلوا حي صغير وخبطوا في صندوق القمامة. لما ماك فاق بعدها من اللي حصل كان مخضوض على عيلته جدا، وراح واطمن على زوجته وولاده. ساعتها شافوا العم داني اللي كان واقع على لافتة واللي أخدته وطارت بيه ناحية الحديقة، فماك وعيلته قرروا يروحوا وراه بسرعة علشان يساعدوه. من ناحية تانية العم دان كان واقف في الحديقة، ولما شاف سندوتش واقع على الأرض فرح جدا بيه لأنه كان جعان جدا. قبل ما ياكلوا جت مجموعة من الحمام وحصرته وبدأت كلهم يهاجموه علشان ياخدوا منه السندوتش، لكن فجأة ماك وعيلته وصلوا وهاجموا الحمام وحاولوا يبعدوهم. ماك اتعصب وقال إنهم حمام مقزز، وساعتها كل الحمام وقفوا في مكانهم، وجت حمامة صغيرة شكلها شرير وسألت عن الشخص اللي قال عليهم إنهم مقززين. فكل اللي موجودين شاوروا على ماك. الحمامة عرفتهم بنفسها وقالت لهم إن اسمها تشامب وإنها قائدة مجموعة الحمام دي، وقررت تشامب هي وكل الحمام إنهم يضربوه لأنه شتمه، لكن بام دخلت واعتذرت لها عن اللي حصل واقترحت عليها إنهم يقسموا السندوتش مع بعض، وفعلا تشامب وافقت على اقتراح بام، والعم دان ادى نص السندوتش اللي معاه للحمام. ساعتها تشامب راحت واتعرفت على ماك وعيلته وقالت لهم انهم لو محتاجين اي حاجه يطلبوها منها. عرفتها بنفسها وسالتها ازاي يقدروا يروحوا لجزيره جامايكا. تشامب قالت لها انها تعرف حد ممكن يدلهم على الطريق هناك، وطلبت منهم يجوا وراها، وفعلا انطلقوا كلهم وطاروا ورا تشامب. في الطريق ماك وعيلته فضلوا يتفرجوا على جمال المدينه، وبعد شويه وصلوا كلهم لسطح مطعم معين واتخضوا لما شافوا طياره على شكل نمر. ساعتها تشامب طمنتهم وعرفتهم ان الطياره دي بتاعت الطباخ اللي حابس صديقها، واخدتهم تشامب ونزلوا من فتحة التهوية وراحوا لصديق تشامب اللي كان بغبغان محبوس في قفص. بمجرد ما ماك سأله عن الطريق لجزيرة جامايكا البغبغان حزن جدا لأنه كان عايش هناك، وبعدها بدأ البغبغان يوصف لهم الطريق لجزيرة جامايكا اللي كان طويل جدا وفيه متاهات كتير. ساعتها ماك وعيلته فهم إنه مستحيل يوصلوا هناك لوحدهم، وفي الوقت ده البغبغان بدأ يعيط وقال لهم إنه يتمنى إنه يرجع ويشوف عيلته وأصدقائه من تاني. ماك واللي معاه اتأثروا بكلام البغبغان جدا وقرروا إنهم يساعدوه ويحرروه من القفص، لكن للأسف القفص ده كان مقفول بقفل محكم. ساعتها البغبغان قال لهم إنهم مستحيل يعرفوا يجيبوا المفتاح بتاع القفل لأنه دايما موجود مع الطباخ في المطبخ، وفهمهم إن المطبخ ده مكان خطير جدا وإن ممكن لو دخلوه ينتهي بيهم الحال كوجبة من البط المشوي. بالرغم من كده داكس اتشجع وكان عاوز يروح يجيب المفتاح، لكن ماك منع. فداكس اتضايق وقال لوالده إن مش معنى إنه خايف من كل حاجة يبقى لازم هو كمان يكون خايف منها. ماك اتصدم من كلام داكس لأنه أول مرة يكلمه كده، وقرر هو إن هو اللي يروح يجيب المفتاح. ماك سابه وخرج وفضل يتسلل من غير ما حد يحس بيه لحد ما دخل المطبخ، وهناك اتفاجئ بالشيف والمساعدين بتوعه. بعدها الطباخ قلع الجاكيت بتاعه واداه لواحد من المساعدين، ولحسن حظ ماك لاحظ ان المفتاح اللي هو بيدور عليه موجود في الجاكيت. ماك فضل يراقب المساعد اللي راح علق لكنه بعدها اتفاجئ ببام اللي كانت هي كمان مستخبيه. ماك وبام اتحركوا علشان يسرقوا المفتاح، وماك راح وساعد بام في انها توصل للجاكيت علشان تاخد المفتاح منه، لكن ماك اتصدم لما شاف الطباخ وهو بيجهز بطه مشويه علشان يقطعها. ماك تعب جدا من اللي هو شايفه وساب بام اللي اخدت المفتاح ووقعت، وبالغلط بام خبطت في الطفايه حريق اللي اشتغلت وطارت وبهدلت المكان. الطباخ اتعصب جدا من اللي حصل وبدأ يطارد ماك وبام وحاول انه يمسكهم، لكنهم جريوا منه بسرعه وسط المساعدين، ولحسن الحظ ماك وبام قدروا يهربوا منه وخرجوا من المطبخ بسرعه. لكن للاسف الموسيقى اشتغلت والناس اتجمعت حواليهم من كل مكان علشان يرقصوا، وماك وبام ما كانوش قادرين يخرجوا من وسط الناس لان عددهم كان كبير جدا. ساعتها جات لي ماك فكره ورقص هو وبام وتفاضي ارجل للناس قبل ما تدوس عليهم، والطباخ اتفاجئ بالطريقة المبهرة ديت. ماك وبام فضلوا يرقصوا وهم فرحانين جدا لحد ما بعدوا عن الناس وطلعوا من على السلم، لكنهم بعدها اتصدموا لما شافوا الطباخ اللي كان جاي ناحيتهم علشان يمسكهم. ماك وبام جروا بسرعة ورجعوا للمكتب وحاولوا يفتحوا القفص اللي البغبغان محبوس فيه، لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في فتحه. وساعتها العم دان راح وضرب ماك وخلاه يبلع المفتاح بالغلط. من ناحية تانية الطباخ عدى من وسط الناس وانطلق بسرعة علشان يروح المكتب، لكن شامب جات وقفلت الباب على آخر لحظة. الطباخ قام تاني وقدر يكسر الباب، لكنه بعدها استغرب لما ما لقاش حد موجود في المكان. في الوقت ده ماك واللي معاه كانوا مستخبيين ورا العمود وفضلوا يلفوا حواليه عشان الطباخ ما يشوفهمش، لكن لسوء الحظ البالونه اللي كانت مع ماك اتخرمت، واللي حاول يسيطر على الهيليوم اللي فيها، لكن فجأة الطباخ شافه. ماك اتخض وخرج الهيليوم ولف في المكان وخبط الطباخ وخرج المفتاح اللي بلعه، وساعتها البغبغان اخذ المفتاح وفتح القفص واتحرر وطار فوق في السماء. بمجرد ما ماك وعيلته طلعوا للسطح البغبغان راح لهم وحضنهم وقال له ماك انه اشجع بط شافه في حياته، ووعده انه يعمل اي حاجه علشان يوديهم لجزيره جامايكا. كمان تشامبا قالت لماك انه طائر مذهل، فماك شكر وودعهم هو وعيلته وانطلقوا في طريقهم لجزيره جامايكا. في تاني يوم ماك واللي معاه كانوا طايرين متحمسين جدا، وساعتها جوين قالت انها عايزه تروح الحمام، فاضطروا كلهم ينزلوا يستنوها لحد ما خلصت،
لكن فجأة جون صرخت وقالت لهم إن في حد بيبص عليها. ولما ماك واللي معاه راحوا لها واتفاجئوا بوجود رسمة لطائر موجود على باب في مكان غريب. لما نزلوا كلهم للمكان ده اكتشفوا إنه عبارة عن قبو قديم، وهناك استغربوا جدا لما شافوا سلم بيوديهم على باب تاني. لما فتحوا الباب ده اتفاجئوا بمجموعة من الطيور وهم بيلعبوا يوجا، ولمجرد ما الطيور دول شافوهم جريوا عليهم. ساعتها الزعيم بتاعهم جه وحب ماك واللي معاه وعرفهم بنفسه وقال لهم ان اسمه جوجو، وفهموا ان هم عايشين في مزرعه كبيره وان في 2 من المزارعين الطيبين بيهتموا بيه. فجاه المزارعين بيفتحوا لهم باب الحظيره فكل الطيور خرجوا وهم فرحانين. وساعتها ماك واللي معاه انبهروا لما شافوا المزرعه اللي كانت عباره عن ملاهي للطيور. جريوا في المزرعه واتفاجئوا بكل حاجه شافوها فيها. ساعتها ماك وعيلته قرروا انه يقضوا اليوم كله في المزرعه دي. بعد شويه شفنا ماك وعيلته وهم بيتزلجوا على الميه وبيقضوا وقت جميل مع بعض. من ناحيه تانية شفنا داكس اللي سمع صوت شاحنه وقرر انه يروح علشان يتفرج عليها، لكنه وقتها اتصدم لما شاف الطباخ وهو نازل منها. داكس اتفرج على الطباخ وهو بيدي فلوس للمزارع، وده علشان يشتري منه كل الطيور المطعم بتاعه. من ناحيه تانية الطيور كانوا مقتنعين انهم رايحين. راح داكس جرى بسرعه وراح لجوجو وحاول يمنعه من انه يركب العربيه. بمجرد ما ماك شاف الطباخ اخد داكس وجوجو بسرعه. ماك طلب من داكس انه يرجع لوالدته بسرعه على ما يفهم جوجو اللي بيحصل، لكن داكس ما سمعش كلامه راح علشان يحذر باقي الطيور اللي كانوا كلهم ركبوا العربيه. فجاه الطباخ وصل وداس على جناح داكس، وداكس ما كانش قادر انه يحرر نفسه تاني، لكن لحسن الحظ ماك شافه وانقض على الطباخ وهاجمه وحرر داكس. لكن قبل ما يمسكهم ماك طلب من كل الطيور انهم يخرجوا من العربيه. فعلا الطيور خرجوا بسرعه من العربيه، طاروا ما عدا داكس اللي ما كانش عارف يطير بسبب ريشه المقطوع. ماك راح له واخده على ظهره وطار. كل الطيور هربوا من المكان على اخر لحظه. الطباخ اتعصب اكتر وقرر انه ينتقم منها. بعدها شفنا ماك وباقي الطيور اللي تعبوا من الطيران وقرروا انهم يستريحوا في المدينه لحد الصبح، ونزلوا على واحد من المباني. هناك ماك اتخانق مع داكس وزعله انه ما سمعش كلامه وعرض حياته للخطر. داكس زعل قوي وسابه ومشي. بالليل شفنا طياره الطباخ اللي كانت وصلت لنفس المدينه. من ناحيه تانية شفنا كل الطيور وهم نايمين ما عدا داكس اللي كان قاعد حزين جدا. داكس راح قعد لوحده. ساعتها جون راحت له وقالت له انها تحضنه علشان يهدى. فعلا جون فضلت حضناه مش بتسيبه، لكن فجاه طياره الطباخ وصلت لمكان ماك وبقى الطيور اللي خافوا كلهم وجروا بسرعه علشان يهربوا. لكن فجاه الطباخ رمى عليهم شبكه كبيره وقدر انه يمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوين اللي استخبى بسرعه قبل ما الطباخ يشوفه. وقتها شفنا ماك اللي فضل يحاول انه يخرج من الشبكه لكنه خلاص يتمسك. الطباخ سحب الشبكه بتاعته اللي رفع كل الطيور في الطياره واخدهم ومشي. الناحية تانية داكس ظهر وهو مش عارف يروح وراهم لأنه مش قادر يطير. حزن جدا هو جوان. طيارة الطباخ حبس كل الطيور في قفص كبير ومسك ماك وبقى محبسهم في قفص لوحدهم هما الاتنين. قفل القفص ده بالشوكة بتاعته واخده علشان ما يحاولوش يهربوا. بعدها شفنا داكس اللي فضل يحاول انه يطير لكنه ما قدرش. ساعتها جات له فكره لما شاف البغبغان اللي واقع على الارض في الوقت ده. شفنا ماك وبام اللي فضلوا يحاولوا هم كمان انهم يخرجوا من القفص، لكن الطباخ شافهم ووقفهم. بام احبطت جدا واستسلمت وفقدت الامل، لكن ماك شجعها. اثناء ما هو بيعمل كده اكتشف انه عارف يخرج رجله من القفص. ساعتها جات له فكره وخلى بام تعمل زيه. ماك وبام مشوا هما الاتنين من غير ما الطباخ يحس بيهم وفضلوا يرقصوا وهما ماشيين علشان ما يعملوش اي صوت وتبقى خطوتهم واحده. لما جم ينطوا علشان يدوسوا على الزرار اللي يفتح باب الطياره الطباخ اخد باله منهم ووقفهم على اخر لحظه. بام اتعصبت جدا وعضت وشه. الطباخ قام ورماهم. قبل ما يرجع يمسكهم طيور هاجمته بالفواكه والخضروات اللي كانت موجوده في القفص. ساعدهم العم دان والبغبغان وكونوا مدفع وهاجموا الطباخ بقذيفه من قرع العسل. القذيفه خلت الطباخ يفقد الوعي ووقع على الزرار اللي بيفتح باب الطياره. ماك مسك في شعره لاخر لحظه، لكن للاسف ماك ما قدرش يتحمل وزن القفص ووقعوا هما الاثنين واستسلموا للموت. لكنهم بعدها اتفاجئوا لما شافوا جون وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان. داكس وجون انطلقوا بسرعه ورا القفص وحاولوا يشيلوا الشوكه منه وقدروا فعلا يفتحوا القفص. ماك وبام اتحرروا وحضنوا اولادهم هم فرحانين. من ناحيه تانية البغبغان وباقي الطيور قدروا يكسروا باب القفص واتحرروا. كل الطيور خرجوا من الطياره وسابوا الطباخ متعلق في الهواء. كل الطيور راحوا لماك وعيلته وكانوا كلهم فرحانين ان ماك وبام لسه عايشين. انطلقوا كلهم وكملوا رحلتهم اللي بدأوها. بعد مسافة طويلة جدا شفنا كل الطيور وهم قاعدين في نص البحر مش عارفين يمشوا من أي اتجاه، والبغبغان مش عارف يحدد. لكنهم فجأة لاحظوا إن المية اللي تحتهم بتنور. كلهم كانوا مبهورين جدا بشكلها الجميل. بعدها اتبهروا أكتر لما الشمس طلعت. وقتها اكتشفوا إنهم وصلوا للجزيرة، جزيرة جامايكا اللي كانت جميلة جدا وفرحوا كلهم. وداكس استجمع قوته في المقدمة وفرد أجنحته. انطلقوا وطاروا كلهم. البغبغان فرح جدا لما قابل صحابه وعيلته اللي احتفلوا برجوع ليهم من تاني. ماك وعيلته انبهروا لما شافوا البغبغاوات التانية وهم طايرين في السماء ونزلوا في البحر. اتبهروا كمان لما لقوا عيلة كيم اللي رحبوا بيهم في المكان. كيم فرح جدا بشكل أجنحة داكس الجديد. أما بام فشكرت ماك على اللي عمله علشانهم. ماك حضنها وشكرها هو كمان لأنها هي اللي كانت السبب في كل ده وإن هي اللي فتحت عينه على جمال العالم. قامت بام حضنته. ماك وبام رقصوا هما الاتنين مع بعض على الشاطئ. انضم لهم البغبغان وكل الطيور ورقصوا معه. بعد فترة جه موسم الهجرة اللي بعده. شفنا عيلة ماك
هما بيستعدوا عشان يرجعوا لبحيرتهم، لكن وقتها ماك جه وقال لهم انه لقى طيور تايهين وانه لازم يساعدوهم علشان يرجعوهم لموطنهم. فبام اتصدمت جدا لما شافت الطيور اللي كانوا عباره عن مجموعه من البطاريق. ساعتها بام راحت وعرفت ماك ان موطن البطاريق هو القطب الجنوبي. برغم من كده ماك كان متشجع جدا للهجره. ماك بدأ كمان انه يشجع عيلته، فعلا انطلقوا كلهم عشان يخوضوا مغامره جديده ورحله جديده.